من مضيق هرمز إلى باب المندب، ومن البحر الأحمر إلى ميناء دمياط، تتسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط لتطال أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية. فالهجوم الأخير الذي استهدف سفينتين داخل ميناء دمياط المصري لم يعد ينظر إليه كمجرد حادث، بل كمؤشر جديد يثير قلق الأسواق العالمية. بالطبع حادثة تفجير السفينتين أو احتراق السفينتين في ميناء دمياط في مصر منذ أيام بيشير بشكل مؤكد إلى رغبة أطراف من أطراف الصراع الدائر الآن بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي والإسرائيلي من جانب آخر، إلى رغبتهم في اتساع دائرة هذه الحرب، ربما لرفع تكلفة الحرب على الأطراف الأخرى، أو رغبة في إدخال أطراف أخرى للصراع. الدولة الجزائرية لم يكن موقفها من استهداف ميناء دمياط معزولاً عن سياستها الدبلوماسية، بل امتداداً لتحذيراتها المتكررة من توسع دائرة التوتر والصراع في الشرق الأوسط والخليج العربي، وانعكاسه على أمن المنطقة واستقرارها. باعتبار الجزائر أن ما يحدث هو تحصيل حاصل لتحذيرات مسبقة وكذلك متكررة صدرت عنها في خضم الأحداث الدائرة في منطقة الشرق الأوسط. فمنذ بداية التوترات الأخيرة في المنطقة ظلت الدبلوماسية الجزائرية تحذر في المحافل الدولية، خاصة من موقعها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، من أن استمرار الاعتماد على الحلول العسكرية والقوة وكذلك استهداف السفن والتجارة البحرية وكذلك السفن. بين اتساع رقعة المواجهة وتراجع هامش البدائل، لم يعد السؤال المطروح في الأسواق العالمية يتعلق بإمكانية استمرار الإنتاج، بل بقدرة المنتجين والمستثمرين على نقله. فكلما اتسعت رقعة الحرب تقلصت هوامش الأمان، ليس للدول المعنية فقط بل الاقتصاد العالمي بأسره.